هايدي النهارده عايزه تقنعني ان انا هاكل سندوتش سماش برجر على الفحم ب 70 جنيه. قالت لي تعالى بس ومالكش دعوه. دخلت شفت المكان انبهرت يا جماعه، انبهرت. صاحب المكان قال لي انت تاكل سندوتشات ما اكلتهاش في حياتك، لان انا بقدم حاجه مش موجوده عند اي حد تاني. مبدئيا كده الراجل ده بيهتم قوي بالكواليتي والجوده، ولو ركزت اكتر هتلاقي ان البرجر محشي جواه جبنه، وكل اللي بحكي لك عليه ده الاسعار عنده بتبتدي من 70 جنيه، واكبر سندوتش عندهم اللي انت شايفه ده ب 120 جنيه. اما السندوتش ده بقى اختراع يا جماعه، ده اللي انا ممكن اروح له تاني وتالت ورابع. يعني تخيل معايا كده ان البيف محشي جبنه، وكمان نازل لك عليه جبنه من فوق. والكب اللي في ايدي ده هتندم لو مجربتوش، هو عباره عن فرايد تشيكن على دوريتوس على جبنه من فوق، واي سندوتش بينزل معاه كميه بطاطس مش طبيعيه. وعلى راي محمد هنيدي الناس دي كريمه قوي. فانا جالك من المستقبل عزيزي بقول لك ان ده اجمد مكان بيعمل سماش برجر على الفحم. واللي عجبني اكتر بقى القعده اللي في الشارع دي يا جماعه، ببساطه لا تتخيل. وبالنسبه للعيش اللي بينور ده فاسمه البريوش، اكيد كلكم سمعتوا عنه. وكل السندوتشات اخده حقها وزياده. سندوتشات بتبوظ، سندوتش بيبص. نسيت اقول لك على حاجه مهمه، الناس دي لاول مره في مصر يحطوا سلامي على فرايد تشيكن، ما تعرفش ازاي، بس ده طبعا ما يمنعش ان البيف اجمد. فباختصار كده الناس اللي بتخاف تاكل برجر بره، فاحب اطمنك واقول لك ان الراجل ده مضمون